علاء الدين للشقق المفروشة، شقق للإيجار بمواصفات عالية وأفضل الخدمات الممكنة في ود مدني وبأسعار مميزة تناسب الجميع وجودة عالية. الموقع ود مدني حي المطار. للاستفسار والتواصل على الرقم أدنى. الفيديو ده برعاية قنوات زنقة مقترب للدعاية والإعلان. للتواصل على الرقم أدنى. صديق لسه باقي 2. معلوم يا مدير، معلوم. خلاص روح انت، الولد يجيك الحين. تفضلوا يا جماعة، يلا انزلوا. ما كان في داعي تكلف نفسك كده يا حاج يعقوب، تستاهلوا اكتر من كده. نحن حتى مقصرين معاكم. ما قصرت يا حاج، لكن لو معاه كسرة بملحتقلية كان يكون ظابط. قليل الفهم، ياكل الكسرة ويخلي اللحم. يا اخي يجيبوا لك في المندي تقول عايز الكسرة؟ تستاهل يا الطيب، لكن المرة بعافية شوية. يا عشا، أنا بكرة الجمعة عازم لي الجماعة، عايزك تعوسي لنا كسرة وقراصة وأكل سوداني. يا راجل، كسرت شنو البعوثة؟ يا مرة ما تعوسي الكسرة فيها شنو؟ أنا كرعي الرطوبة كسرتهم. طيب يا عشا، الضيوف الجايين ديل أكلهم شنو؟ جيب لهم مندي من المطعم. حليل أيام زمان تعوسي بالحطب والفحم وال24 ساعة قاعدة في المطبخ، وليل أكلك بقى من المطاعم. ما بقدر أجيب في المطبخ. أنزل لكم الصينية الثانية. لا ما يحتاج، بارك الله فيك وربنا يخلف عليك. الحمد لله خلاص شبعنا. ما قصرت يا حاج يعقوب، يديك العافية يا أخي. يا عزو يا ولد تعال هنا. أيوة يا بابا. شنو يا عز الدين؟ متعاين قدامك يا ولد، مركز في شنو؟ متابع لي فيديو يا أنكل. بختك يا أبو عدس، بقيت أنقل. مالك ما جيت اتغديت معانا يا عزو؟ أنا والله ما باكل زي ده، باكل برجر وبروست. حلال زمن أبوك كان ياكل مشعيفة ومتكشو، ولما يغير بملحكول. لسانك طويل يا الطيب. الحمد لله حاج يعقوب عزمك مندي، يومك كله تاكل لنا في العدس. بتعرف ملحم تكشو وملحم شعيفة يا عزو؟ قلت شنو يا أنكل؟ طيب بتعرف ملحم بوك؟ ما بعرف والله. يلا يا عزو يلا، الطيب ده ونصته ما بتخلص. شنو يا عطية؟ ساكت من قبل كده مالك؟ ضربت الكبسة دي ورخمتها، شايفك قاعد تساب من قبالك. دحين يا طيب أنا داير أسألك، صحيح أنت أول ما جيت البلد دي جيت تربية مواشي؟ جيت بمهنة راعي، بدلعوها يقولوا لها تربية مواشي. هاي الشغلانة دي كيف؟ صعبة زي ما بقولوا؟ يا زول أنا الشهور الأوائل بتونس مع الغنم عديل كده. انت الليل كله تصايحي مالك، بتكوركي كده مالك، حميان النوم معاكي. هاي انت دي لا ما قصدك انت، معليش انا قصدك جمك دي ومراسن غليظ دي. هاي انت يا ام رويس مالك بتكوركي؟ الكفيل اتأخر عليك في المرتب؟ قلت شنو؟ دقوا على تلفون قالوا لا رسل المصاريف. ما مشكلة، كلنا مع المصاريف قاعدين نكوري. انت الحمار المكادي كاتل لي ضنينك كدي مالك، ريتك بالمرفعين اللي فرتقك عظم يريحنا منك. ديك ايام الله لا عادة تاني يا اخي. أنت يا عطية على ما أظن جيت البلد دي سايق خاص. فعلا عطية لما جانا سايق خاص، والصلعة دي ما كانت عنده. صدقت يا حاج يعقوب، أنا شعري ده كان سبيبي وكان لحدي هنا، لكن المشاكل والهموم حتته لنا كله. يا عطية هوي، الحد لك شعرك ده اكل مال اليتيم، شلت قروش حليمة 6 شاي وزغت بيها. تعرف أنا أول ما جيت البلد دي كنت مشغلة لناس السودان اشتغالة صح. شنو يا عطية؟ أخبارك مقطوعة، الحاصل شنو؟ يا زول كنت مجهجه أول مرة، لكن الحمد لله استلمت الشغل خلاص، عشان كده طولت ما دقت ليك. شغلانة سواق خاص ولا حاجة تانية؟ يا زول سواق خاص شنو؟ مديني العربية دي وحاليا أنا مسؤول لي من قسم كامل. يوسف، أخباركم وأخبار الشلة كيف؟ يا زول عطالة جد، بنلعب في الليدو وبنشرب في القهوة عين حليمة. حالتكم تحنن والله. طالما السعودية فتحت معاك وماسك مدير قسم، رسل لنا فيز يا عطية.
أبشر أبشر أبشر، أول ما أموري تظبط برسل لكم كلكم فيز. وقت كلها تتصور سيلفي قدام السيارة كأنك شاريها. انت جيتي تجيك الطاوية حبالة. يلا رايحين السوبر ماركت. يروح لك الدرب في الموية. المرة الجاية تلبس شماغ وعقال وثوب. ضعطي يا جلحات. هيا هو ذاته داري مني شنو؟ استلف مني 20,000 وقال بيرجعني وزاغ السعودية. انت بقى رصيحة عطية ده احنا أصحابه ما قاعدين نسلفه. اداني موبايل وقال لي خليه عندك ضمان. طيب يا حليمة، ما تبيعي الموبايل وشيلي حقك. مشيت ابيعه في السوق، ابو يشتروا مني 5,000 ما جاب لي، قالوا اسبيرات ما بينفع. انت يا حاج يعقوب البلد دي دخلتها كيف اول مرة؟ يا الطيب، حاج يعقوب ده من الناس الأوائل اللي تخرجوا من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، وأول ما تخرجوا الدفعة كلها تقريبا جاء واحد من البنوك السعودية عمل معاهم معاينات ويستوعبهم معاه ويشتغلوا. اللي بعرفه حاليا الوظائف في البنوك كلها مسعودة. شوف يا الطيب يا ولدي، نحن الكفاءة والأمانة والثقة اللي بنيناها بالشغل الإداري والمالي ما سهلة. أول ما المودعين وأصحاب الشركات عرفوا إنه عقودنا خلصت جونا وأغرونا إننا ننقل كفالة عليهم. شوف يا أبو فيصل، أنا ما عندي مشكلة أنقل كفالة عليك، بس الرواتب والامتيازات اللي بناخدها من البنك ما سهلة. أبو عز الدين، حنا نعرف إمكانياتك وقدراتك وثقتنا فيك كبيرة جدا. أنا برسل لك مسودة العقد وإنت أكتب الراتب والحوافز اللي تبيها. ما شاء الله، يعني انت يا حاج يعقوب لا بتدفع رسوم إقامة ولا بتدفع رسوم تابعين ولا تذاكر طيران ولا سكن ولا بتخسر أي حاجة. تقريبا يعني تقريبا. طيب انت مفروض كل يوم تعزمنا مندي. يا طيب ما تبطل حركاتك دي. بعد سمعته ده الصينية دي أنا شايلها معايا البيت.